السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني حكايات اليوتيوب، وحشوني جدا جدا، بحبكم جدا جدا. أهلا وسهلا بكل اللي اشترك عندي في القناة، أهلا وسهلا. نورتوني، ويا رب أبقى ضيفة خفيفة عليكم، ويبقى محتوى هادف بالنسبة لكم، وما بقاش ضيفة تقيلة أبدا عليكم، وما طولش عليكم. أهلا وسهلا بكم. وقبل ما أبدأ الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وندعو كلنا لأهل غزة، ربنا يفك الكرب يا رب العالمين. أضعف الإيمان ندعو لهم يا جماعة، ونصلي على النبي في التعليقات، وفيديو جديد ورياكت جديد. بس حاجة صغنونة صغنونة ومش هطول، فضلا وليس أمرا. أنا طالبة منكم الدعم للقناة، اشتركوا، فعلوا الجرس، كمان اللايك أهم حاجة عشان يوصل المحتوى لغيرك. يا رب تسلموني، وكل حد قلبه أبيض وعمل لي تعليق ربنا يخليكي وربنا يخليك لي. أهلا وسهلا. وفيديو جديد ورياكت جديد وقناة جديدة من القنوات اللي بتدخل علينا في اليوتيوب. والله يا جماعة أنا كنت محتارة أسجل الفيديو ولا لأ. طب أتكلم عن اللايف اللي أنا شفته ولا لأ. شفت لايف لصدفة جاد، وأما أقول صدفة جاد يعني 1,000,000 مشترك. أما أقول صدفة جاد عارفين يعني إيه؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، 1,000,000 مشترك. تمام، يعني انت يا صدفة بيتفرج عليكي 1,000,000 مشترك. تمام، طيب يبقى انا كقناة ومعايا متابعين احترم الناس اللي بتتفرج عليا، ادخل بيوت 1,000,000 دول محتوى يليق بيا ويليق بيا كمصرية وست مصرية محترمة، والفاظ تحترم الناس وتحترم اسماع الناس اللي بيسمعوكي، صح كده؟ يعني ان تكون القناه عليها مشتركين بالكم ده وبالعدد ده، دي مسؤوليه وامانه قدام رب العالمين. لكن يا صدفه للاسف يعني ما فرقتيش عن ام جنى كتير، ما فرقتيش عن ام جنى كتير. لايف يا جماعه، لايف والله العظيم. انا هحط لكم الرابط بتاع لايف صدفه جاد. طبعا هو فاتوا نزل الفيديو على القناه بتاعتها. ولايف سفاله، شتايم، انحطاط، مستوى اخلاقي متدني. يعني انا مش عارفه اقول لكم يعني من اللايف يا جماعه ومن المحتوى بتاعها، عشان ما حدش يزعل مني ويقول لي دي نميمه. يا جماعه أرجوكم فرقوا بين قناة محترمة وقناة غير محترمة. مفيش حاجة اسمها دي نميمة وغيبة يا جماعة. والله ادخلوا بس كده واسألي يعني ايه غيبة ونميمة قبل ما تقولي لي دي نميمة. مفيش حاجة اسمها العام نميمة، ده فيديو للعام لكل الناس. مفيش حاجة اسمها نميمة. في حاجة اسمها ألفاظ بذيئة بتدخل البيوت. في حاجة اسمها قناة مليونية بتخش ملايين الناس، كلها سفالة، كلها انحطاط. وللأسف ان هي صدفة جاد جابوها إعلامية في التلفزيون وبيعملوا معاها برامج. ما هو خلاص عايز تبقى مشهور، ايه اللي أدبك؟ عايز تبقى مشهور بين الناس، سوء السفالة. والله لا، ما هو يا صدفة جاد انت لا ناقصك شهرة ولا فلوس، عشان كمية السفالة، كمية الانحطاط من محتواكي يا صدفة، من محتواكي. ايه اللي انت بتعمليه؟ ايه اللي انت قاعدة شايلة لي بنتك وبتعمليه؟ ايه الفيديوهات اللي بتدخل بيوتنا؟ فيديو عبارة عن ساعة شتايم، ساعة سفالة. اول ما بدأت الفيديو، اول ما بدأت يا جماعة الفيديو، اقسم بالله واحدة متابعة بعتلها تقولها الحقي اختك ياسمين، الحقي اختك ياسمين، بيخربوا بيتها. يخربوا بيتها ازاي يعني؟ تردي تقولي علم وسخة؟ انا بتحفظ يا جماعة على كل الالفاظ اللي انا بقولها هنا طبعا.
انا بحترمكم جدا جدا، والمفروض ان احنا ما نقولش الالفاظ دي، بس للاسف ده اللي حصل في الفيديو. عالم وسخه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، دي عالم وسخه، وبسم الله الرحمن الرحيم، ولاقي حد يحط لك لايكات على الالفاظ. يعني نفسي افهم حاجه، انت اختك لها حما وحماتها ام ضني الست امونه، ست كبيره وليها قناه، وانا نفسي بحترمها والله. كلنا عارفين قناه امونه، ست محترمه وبتطلع بمحتواها، وكل اللي حصل ان هي حمات اخت صدفه اللي هي ياسمين، وبرضو قناه مليونيه. كل اللي حصل ان دي حماتها، بس بقت عالم وسخه، بقت عالم وسخه، صدقوني اللفظ بيتقال كده. ويا ريت يا ريت يا ست كبيره زي الست دي، ليه كل الشتايم دي؟ ليه شحاته، جربوعه، بتشحت، ومره شمال، اصلها كلبه، ايه البلاعه اللي اتفتحت علينا؟ ايه بجد يعني حضرتك كل ما تبقي ما شاء الله يعني مبسوطه وقناتك ليها متابعين نشتم وما نراعيش اي حاجه مين دي اللي مره شمال؟ امونه اللي مره شمال؟ انا مش مصدقه والله العظيم. دي صدفه جاد اللي كانت بتيجي في التلفزيون كاعلاميه وفي قنوات الطبخ، واحنا بنتفرج عليها، بنتفرج على هذا المستوى الرديء البيئه. مين اللي مره شمال؟ ست امونه مره شمال. وانتوا عارفين ضني ابن امونه اللي هو جوز ياسمين فتح دماغها. طب فتح دماغ مين؟ فتح دماغ مامته. ابنها فتح دماغها يا جماعه. شفت قد ايه بقى لايف تحفه؟ عالم وسخه، مره شمال، شحاته، جربوعه، كلبه، بطله قوميه، بطله مصر الاولى في الشتايم. صدفه جايه بطله مصر الاولى في لايف ساعه بيشوفها الافات وملايين على الفيس وهنا وهنا وفي التيك توك، ودي مره شمال. الست الكبيره دي مره شمال. اتقي الله، اتقي يوم ترجعي فيه لرب العالمين، اتقي في يوم هتتحاسبي. مش كله فلوس. يعني اذا كان انت بتتباهي ان ضني فتح دماغ امونه، دي مامته. ايا كان الام ليها احترامها والحما ليها احترامها. هي يعني مش دي الاخلاقيات اللي احنا عايزين نشوفها في ناس مشاهير. احنا جرالنا ايه؟ تشتم اكتر اتشهر اكتر. عايز قناتك تبقى مليونيه اشتم، قول عالم وسخه ومره شمال وهات امونه مرمطي بيها الارض وكده. الناس اللي طلعت، المتابعين اللي طلعوا عندك يا صدفه عشان يدافعوا عن امونه، عن الست امونه، ترد عليها وتقول لها يا ام صارم، انت ام صارم، الله عليكي صدوف، صدوفه قمر، صدوفه قمر، بلاعه وانفتحت علينا. صدفه يا جماعه متهمه بان هي في مطعمها بتاكل الناس لحمه مجمده، وجابت الذهب اللي هي لابساه، والذهب ده من التبرعات. هو انت يا صدفه ما اخدتيش تبرعات من الداعمين وصرفتيها على نفسك؟ ما اخدتيش؟ يمكن والله متابعينك، ده كلام المتابعين يا جماعه. انت صاحبه اللحمه المجمده اللي بتاكليها للناس في المطعم، وجبتي الذهب ده كله من التبرعات. قالت ايوه يا جماعه انا فعلا باكل الناس لحمه مجمده في مطعمي، والذهب ده كله من فلوس الداعمين. طب ما احنا عارفين ان ده من فلوس الداعمين يا جماعه. لكل اللي بيدعم القنوات دي، في ناس محتاجه، في مستشفيات فيها مرضى، في مستشفى بهية، في مستشفى 57، في جهات تتبرعوا لها يا جماعة. الناس دي ما بتاخدش فلوس تديها للناس المستحقة، في ناس بتستحق. وبعدين ايه العجوز الشمطاء دي؟ مين العجوز الشمطاء؟ الصدفة يا جماعة جات بتقولك على الست امونة العجوزة الشمطاء اللي قاعدة على التيك توك عشان 200 جنيه. طب ما انت ليل ونهار قاعدة على التيك توك يا صدفة، انت ليل ونهار قاعده على التيك توك، ومش قاعده، مش معنى ان هي قاعده على التطبيق يبقى هي ست وحشه او ست شمال. ويعني ايه مشاهدات الست امونه بتقع
ده كل واحد له ملايكه بترد عليه. ايه اللي انت عماله تقوليه على العام على الست؟ كل ده عشان هي حمات اختك؟ انتوا عارفين يا جماعه يعني والله العظيم طليقها حسن ارتاح وتعبنا احنا. اذا كانت هي رافعه عليه قضيه كانت هتحبسه، جايبه له حبس سنتين بابا بنتها، جايبه له حبس سنتين، هتعمل مع حمات اختها ايه؟ لك وان تتخيل. وليه؟ وكل ده ليه؟ واصلا انا اتنزلت على قضيه وجوزي اداني كريم اداني 36,000. انا معرفش هما طايقينك ازاي او طايقين يبصوا في وشك ازاي، معرفش. القناه دي يا جماعه قناه بتدخل بيوتنا، محتوى رديء، محتوى رديء. وبعدين امونه لحم اكتفى من غيرك ازاي؟ معلش، دي واحده ست عندها ما شاء الله ولاد كبار، لحم اكتفى بقى من خيرك؟ انت يا بنت امبارح امونه لحم اكتفى من خيرك ازاي يعني؟ وبعدين مين قاع المجتمع؟ تصدقي بالله قاع المجتمع التلفزيون واليوتيوب بقى بيحدف علينا، مش قاع المجتمع. صندوق زبالة المجتمع بقى يتحدف علينا من التلفزيون واللي بنشوفه فيه، ويوم ما شفناكي والله العظيم. وبعدين ايه ياسمين حماتها بتغير منها؟ هتغير منها؟ مفيش حما بتغير من مرات ابنها زي بنتها، هتغير منها ليه؟ او ايه اللايف البيئه الزباله اللي انت قاعده عاملاه؟ والله العظيم يا جماعه يا ريتها اكتفت بكده. انت ست حراميه، انت سرقت ابنك، انت سرقتي فلوس ياسمين، انت سرقتي ذهب ياسمين، انت سرقتي هدوم ضني، انت ياسمين. انتوا بلغتوا عننا ان احنا بنتاجر في العمله، وجيتي بلغتي عن ابنك. ايه اللي في جه واحد ضني ضرب امه بلغت عن ابنها. ست مرة بجد لايف. انا مش عارفه احنا فين، انا مش عارفه احنا في. وامونه بقى عليها حكم سنتين وهطلع بقى الحكم. ده انتوا عيله بقى واطيه مع بعضيكم، وفي الاخر بتقول لك انا ما بجيبش سيره حد. انا اجيب سيره حد؟ لا 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 لا، هي صوفه جد يا جماعه بتجيب سيره حد؟ لا لا لا، هي مش عامله لايف كارثي ولا حاجه. وايه يا عجله يا حلوفه يا ايه اللي احنا. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، والله العظيم المحتوى المحترم ما بجيبش مشاهدات. تخيلوا المحتوى اللي زي ده اللي كله شتايم، عايز تشهر اشتم. والله كل ما الواحده تقلع اكتر وتبين اخلاق منحطه اكتر الظاهر كل ما بتكسب فلوس. لو انا يا جماعه غلطانه قولوا لي في التعليقات. مش بحب اطول عليكم، انا كنت مستمتعه معاكم جدا وتوحشوني من الفيديو للتاني. اعملوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس كمان، اوعوا تنسوا اللايك. بتوحشوني جدا جدا، بحبكم في الله، بحبكم قد عينيا. مع السلامه.